أسس أول شركة له وهو عنده 25 سنة، ودلوقتي يعتبر من أكبر الأسامي في السيليكون فالي. الكتاب The Almanac of Naval Ravikant بيلم كتير من خبرة الراجل ده في بناء الثروة وعيش حياة سعيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة الكتيب. وفكرة القناة إن احنا بنقرأ كتاب ونيجي نلخصه لكم، فتعالوا معانا نشوف النهاردة الكتاب بيتكلم على إيه. نافال بيقول إنه إذا فقد كل ثروته وتساب في دولة بتتكلم اللغة الإنجليزية هيعرف يوصل للثروة دي تاني في غضون من 5 إلى 10 سنوات. الفكرة هنا مش في العمل الجاد، بل أكتر في الاتجاه اللي العمل الجاد ده بيتحط فيه. العمل الجاد مهم، بس الاتجاه صح. لو انت عارف انت هتشتغل ناحية ايه، انت هتعرف توصل ان شاء الله. خلينا عارفين مبدئيا ان الارزاق بايد ربنا، واللي هنتكلم عليه ده اسباب، بس اسباب خلت نافال يوصل للي هو وصل له ده. نافال بيقول لك seek wealth not money or status، اسعى للثروة مش للمال ولا السلطة. هتقول لي يعني هو في فرق ما بين الثروة والمال؟ طب ما هما الاثنين زي بعض. لا، بص، مش معنى ان انت معاك فلوس انك ثري. الثراء بيجي من انت يكون عندك اصول بتصرف عليك من غير مجهود منك، والفلوس عبارة عن وسيلة بس بننقل بيها القيمة والوقت من شخص للتاني. ولما يكون عندك ثروة ضخمة بتغطي احتياجاتك واحتياجات ولادك لسنين وسنين قدام كده، ممكن نوصفك انك في حالة حرية مالية. الحالة ان انت خلاص مش محتاج تشتغل تاني. نافال كمان بيقولك ان الثروة بتنتج كمان بتوفير الحاجات اللي المجتمع عايزها بس ما يعرفش انه لسه عايزها. ده اللي بيتقال عليه التكنولوجيا. لو فكرت فيها، كل حاجة في بيتك كانت تكنولوجيا في وقت من الأوقات، حاجة جديدة كده. ستيف جوبز على سبيل المثال أدرك إن الناس محتاجة كمبيوتر في الجيب اللي هو السمارت فون، وعارف يوفر ده بكميات كبيرة وعارف يسوق له، ودلوقتي كل الناس بقى معاها الموبايلات دي. ايا كانت الطريقه اللي هتبني بيها ثروتك، نافال بيقول لك 3 عوامل اساسيه لبناء الثروه ما ينفعش تفكر تبني ثروه من غيرها. 1 المعرفه المحدده، 2 المسؤوليه، 3 المعززات. 1 المعرفه المحدده. هتقول لي ايه المعرفه المحدده دي؟ المعرفه المحدده هي المعرفه اللي انت ما ينفعش تعرفها كده، محتاج يطلع عينك في اي مجال عشان توصل لها. المعرفه اللي بتاخد منك سنين وسنين من التمرين والدراسه في المجال عشان توصل لها. في مجال المبيعات مثلا هتلاقي شويه ناس بيتوصفوا بالموهوبين، هم كده يعني انت بتبص عليهم ده ناتشرال سيلز، ده موهوب سيلز، ده بتاعته خلاص، ده مجاله. بيوصل لده ازاي؟ بكثره الممارسه وكثره الدراسه هيوصل للمرحله دي. هتقول لي ايه يعني برضو فايده المعرفه المحدده اللي انت بتتكلم عليها دي؟ هقول لك ان المعرفه المحدده دي بتضمن لك التمييز في السوق وبتحميك من خطر سهوله الاستبدال. العامل الثاني اللي اتكلم عليه المسؤوليه، ولو انت بصيت عليها هتلاقي ان المجتمع دايما بيكافئ الشخص اللي الشغل باسمه، اللي الشغل بيجي على حساب سمعته، حتى لو هو مش هو اللي بيعمل الشغل. جزء كبير من ده بيكون لان الشخص هو اللي بيبقى شايل ريسك الشغل. مثلا اصحاب الشركات هتلاقيهم اكتر ناس المجتمع بيكافئهم، اكتر ناس اثرياء، بس في نفس الوقت هم اكتر ناس بيشيلوا ريسك مقارنه بالموظفين اللي كده اخر الشهر ضامنين المرتب. ثالث عامل اساسي لبناء الثروه هو المعززات، وهي الحاجات اللي بتضاعف اثار مجهودك. مثلا هتلاقي اصحاب الشركات بيشغلوا معاهم موظفين. هتقولي اكيد يعني مش هتكون شركه غير كده، صح، وده اول نوع من انواع المعززات، النوع الاكثر شهره اللي هتلاقي الناس دايما بتلجأ له، وعلى راي نافال ده اسوأ نوع في المعززات. هتقولي ليه؟ هقول لك لانه محتاج خبرات قياديه عاليه، ومش كده وبس، بل محتاج تعب كبير قوي مقارنه بالمعززات التانية. دايما تسمع الناس بتقول الفلوس بتجيب فلوس، وده تاني نوع من انواع المعززات. دايما هتلاقي الموضوع ده واضح في الاستثمارات. النوع الاخير من المعززات وده اهم نوع في راي الكاتب هو المنتجات اللي تكلفتها مش بتزيد بتوزيعها، زي الكتب، الافلام، المسلسلات. وده نوع جديد نسبيا انتشر في اوائل القرن ال21. زمان عشان توصل معلومه للناس كنت محتاج تقعد في قاعه وتخاطب 100 200 300 طالب بالكتير قوي وتعيد نفس العمليه ديت مرارا وتكرارا. دلوقتي انت ممكن تكتب كتاب واحد بس او تصور فيديو واحد بس وتلاقي ملايين الناس شافته. وعشان كده ديت من احسن المعززات، لانها كمان صنعت الكثير من الاثرياء بتوع العصر الحالي زي ستيف جوبز، بيل جيتس، جيف بيزوس. وعشان كده ممكن مبرمج شاطر يدخل لشركه $500 مليار بينما 10%
10 مبرمجين ممكن يخسروا الشركه فلوسها كلها. وخليك فاكر باعتمادك على المعرفه المحدده والمسؤوليه والمعززات دي هيبقى ليك وزنك في سوق العمل، كمان بيحترم وقتك. تعالى دلوقتي نبص مثلا في سوق العقارات. نافال بيقول لك ان اسوأ شغلانه ممكن تشتغلها هو العامل اللي بيعمل على صيانه العقارات دي، بينما احسن شغلانه هتكون شغله المقاول. ليه؟ لان دلوقتي العامل ده ما عندوش من المعرفه المحدده الكافيه اللي تضمن له مكانه في اي وقت ممكن يتم استبداله، بينما المقاول عنده المعرفه المحدده اللي يسمح له في اداره الناس والتعامل مع الدوله. بيلد اند سيل، ابني وبيع. ديت مهارتين من اهم المهارات اللي نافال بيشجع على تعلمهم. ومش شرط البناء يكون البناء اللي في بالك بناء المباني ولا بناء المنتجات، البناء ممكن يكون بانواع كتيره جدا زي التصميم مثلا او بناء البيزنس مثلا. البيع ممكن يكون برضو بانواع مختلفه، مش شرط يكون ان انا بخبط على واحد على بابه وبقول له اشتري دي، لا. البيع ممكن يقصد بيه الماركتنج او يقصد بيه الاتش ار مثلا، وهكذا. نافال بيقول لك ان في 3 انواع للحظ. الحظ الاعمى وده اول نوع، ده الحظ اللي بيجي لك من غير اي تدخل منك، من غير اي مجهود. النوع الثاني وده الحظ اللي بيجي بالجهد والاصرار اللي بيزود فرص وصول الحظ اليه. النوع الثالث وده حظ السمعه، ده الحظ اللي الناس بتجيلك على اسمك على سمعتك. مثلا واحد كان بيعوم ولقى كنز في البحر، بس هو ما يعرفش يستخرج الكنز في البحر، هو مش بيغطس اصلا. فراح لك انت لانك انت معروف عنك او بنيت لنفسك سمعه لانك احسن واحد في مجالك بتعرف تغطس، فراح قال لك تعالى هات لي الكنز ده وليك نصه. فاذا الحظ اللي هو شافه الحظ الاعمى، لان هو لقى الكنز ده من غير اي مجهود منه. اما الحظ اللي وصل لك هو حظ السمعه، لانك كنت باني لنفسك سمعه قبل كده. وعشان نوصل للحظ، نافال شايف ان احنا محتاجين نصبر ونسعى، واهم حاجه نبني سمعه طيبه لينا في المجال بتاعنا. 5 نصايح مهمين من نافال لازم تسمعها. قدر وقتك بقيمه ماليه معينه، وافتكر بتضييعك لوقتك انك بتضيع فلوسك. تاني نصيحه، الجيل الصغير زينا لازم يفكر كويس قوي 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 في المجال اللي هيحط فيه تقريبا عمره كله. ايا كان المجال اللي هتشتغل فيه، فكر كويس قوي واسعى لانك تبقى احسن واحد فيه. افتكر دايما ان احسن طريقه لتعلم اي حاجه انك تعملها. النصايح مهمه، بس لو مش هتطبق ده ملهاش اي فايده. واهم حاجه، شوف انت شاطر في ايه وساعد الناس اللي حواليك. ان شاء الله ربنا هيوفقك ويبعت لك اللي يساعدك. الوصول للحريه الماليه هدف صعب جدا جدا جدا، بس صدقني من احسن الحاجات اللي هتعملها في حياتك. وبس كده نكون لخصنا اول جزء من كتاب ذا المناك اوف نافال رافيكانت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملنا بلايك واشترك في القناه لان ده فعلا بيساعدني. بس كده، سلام.